المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 58 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إطلاق تعاون التنمية المستدامة بين إريتريا والأمم المتحدة. جهود للدفع بالعملية التعليمية في أسماط. الجيش في بوركينا فاسو يعلن الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان. الرئيس الكولومبي يعلن تحييد أكبر قيادي منشق عن الفارق في البلاد. ومقتل 19 شخصا جراء حريق في ملهى الليل بإندونيسيا. أهلا بكم. نستهل النشر بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في مراكز الفحص والعزل في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة وشمال البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 58 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 27 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من عد تخلاي ووسط المدينة وأخريا وعداق حمص وبيت مخاء جازاباندا وستانتا أوتو وملزانة، ومصابون قادمون من كرن وأفعبت وحقات، و18 إصابة في الإقليم الجنوبي، 8 في صنعاء و5 في مندفرة و4 في تبار و1 في عدغيح، و10 إصابة في إقليم عنسبة، 8 في هبرة و2 في كرن، و3 إصابة في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 في مصوع و1 في دهلك. في غضون ذلك شفي 89 مريض كورونا، 45 من الإقليم الجنوبي و42 من الإقليم الأوسط و2 من إقليم القشبركة، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9390. شفي منهم 8871 وتوفي 95 مريضا، فيما لا يزال 424 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 25 من يناير 2022. أطلقت إريتريا والأمم المتحدة رسميا اليوم في أسمرا إطار عمل التعاون للتنمية المستدامة الذي يستمر ل5 سنوات، ويشمل إطار عمل التعاون الذي يخدم من عام 2022 وحتى 2026 تماشيا مع أولويات برامج التنمية لإريتريا. يشمل مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة والصناعة وحفظ المياه والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وقدرات المؤسسات. وقدم وزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور جرجيس صخل ميكائيل في المراسم التي جرت في قاعة دندن بحضور كبار المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة في إفريقيا، بينهم مدراء إقليميين، قدم توضيحا لمسيرة إريتريا للاستقلال وإعمار البلاد مع جميع التحديات، وشرح أهم أعمدة وأهداف الميثاق الوطني المصادق عليه عام 1994 وبرامج بناء الوطن القصيرة والطويلة الأجل الموضوعة بموجبه. وقال أن إريتريا قامت في سنوات الاستقلال الماضية بتنفيذ برامج تنمية حققت تقدما جيدا في السنوات ال7 الأولى، ولأنه تحتم عليها التصدي للغزو السافر المعلن عليها من عام 1998 وحتى عام 2000 وتبعاته بعد ذلك من أوضاع اللا حرب واللا سلم، فأن المسيرة التي ضمت الجانبين كانت شاقة وتنتظر حاليا من الأمم المتحدة والشركاء الأفارقة الدعم لتنفيذ أهداف التنمية المذكورة سلفا. شاركت في المراسم سفيرة إريتريا الدائمة في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفى مريم. وسيلتقي وفد كبار المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة في إفريقيا الذي يضم مدراء إقليميين الزائر للبلاد حتى 28 من يناير. سيلتقي خلال زيارة الوزراء وكبار المسؤولين لبحث مجالات الشراكة والتعاون، كما سيزور الوفد مواقع التنمية والمشاريع. أفاد مكتب التعليم في مديرية أسماط بذل الجهود للحد من مقاطعة التعليم خاصة الطالبات.
وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إبراهيم أكد وجود برنامج توعوي للجان الآباء لتوضيح هدر الوقت والمقاطعة والمساعدة للتعرف على طبائع وهوايات أبنائهم. وذكر قيام لجنة الآباء بزيارات تفقدية للمدارس في الأشهر الماضية والتعرف على أوضاع الطلاب والمدارس والمعلمين، وجعل أولياء الأمور يزورون المدارس مرة في الشهر لمعرفة مستوى وأوضاع أبنائهم. وأشار إلى زيادة عدد الطالبات بنسبة 40% في المرحلة الابتدائية و36% في المرحلة المتوسطة، وتنخفض إلى 255 في المرحلة الثانوية. ويجب العمل المنسق لمعرفة أسباب تدني مشاركة المرأة في التعليم وإيجاد الحلول لها. من جانبه دعا مدير مديرية أسمات السيد آدم عثمان المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة القيام بدور فعال لرفع المشاركة المنخفضة للمرأة في التعليم في المرحلة الثانوية. وتوجد في مديرية أسمات 7 رياد أطفال أهلية واحدة رسمية و10 مدارس ابتدائية و6 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية داخلية واحدة و8 نقاط تعليم عريات للأطفال المتخلفين عن الدراسة تستقبل جميعها أكثر من 6000 طالب. يقوم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتنفيذ برامج إيجابية لضمان تأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنين. وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس في الساهية تقديم أكثر من 4 مليون نافع إعالة لأسر الشهداء في عام 2021 وتوزيع حوالي 310 ألف نافع مقدم من المواطنين المهتمين من الداخل والمهجر ل 82 أسرة شهيد. وذكر تنفيذ برامج التأهيل بمبلغ يصل ل10,000 نافع للمعاقين والمسنين والأيتام ورعاة الأيتام والمرأة المحتاجة والمصابين لمرض الأيدز، حيث تم في هذا الإطار تأهيل 91 محتاج بحوالي 1,000,000 نافع عام 2021. وأشار إلى تقديم الدورات التدريبية للأسر المحتاجة لانتشالها من الاتكالية في مركز الدفعات للتدريب المهني هذا. وعلم بأن جمعية تدريب قيادة السيارات قامت بتدريب 56 من أبناء الشهداء في قيادة السيارات للدرجة الثانية في إطار البرنامج الموضوع لتدريب 162 من أبناء الشهداء المحتاجين. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين سيمينارا للشباب العامل في مدينة عصب حول المهام المرحلية للشباب. وأوضح في السيمينار الذي عقد في 18 من يناير دور ومساهمة الشباب، مؤكدا على أهمية وضرورة وجود وعي وتنظيم شباب يتماشى مع كل مرحلة. وذكر بموجب وجود شباب يخطو مع التطور المعرفي والتقني في العالم، وذلك بترسيخ ثقافة القراءة واكتساب العلم والمعرفة وإثراء التدريب والتأهيل بالعمل التطبيقي. وشرح برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لهذه السنة وما بعدها لتقوية كل جوانب قدرات الشباب. وقال إن التنظيم والتوعية والتسلح الأداة الأهم لتنفيذ المهام المرحلية بكفاءة. من جهة أخرى أفاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن فرع الشباب العمال في الإقليم قدم حوالي نصف مليون نافع ل55 أسرة شهيد بموجب تعهده في العامين الماضيين لإعالة أسر الشهداء. جاء ذلك خلال تقديم دعم مالي ل25 أسرة شهيد في مدينة عصب قدمه الشباب العمال، كما قدم الدعم لأسر الشهداء في مديريتي أرعتة ووسط دنكاليا. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي،
غداة يوم ساخن شهد إطلاق نار وتمردا في عدة ثكنات وقواعد للجيش. أعلن عسكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد. وقال العسكريون الانقلابيون في بيان تلاه أحدهم إن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة. وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق أن جنودا احتجزوا الرئيس روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله في العاصمة واغادوغو. وقال البيان أن الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور. والرئيس كابوري الذي تولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها. أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي مقتل قائد جماعة متمردة منشقة رافضة لاتفاق السلام الموقع عام 2016 خلال اشتباك مع الجيش. وقال دوكي في بيان إنه تم تحييد بوكاليديس إسبانا الملقب بجونير، مضيفا هذه واحدة من أكبر الضربات التي تم توجيهها لمنشقي منطقة منظمة الفارك. وذكر الجيش أن جونير قتل في هجوم للقوات العسكرية بدعم من الشرطة في بلدية تاكيويو في مقاطعة كوكا. وخاضت القوات المسلحة الثورية الكولومبية الفارك تمردا مسلحا داميا ضد الدولة الكولومبية استمر نصف قرن قبل توقيع اتفاق السلام عام 2016. وفي ذلك العام رفضت جماعات داخل المنظمة إنهاء القتال وانشقت عنها. وأدرج اسم جونير في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وعرضت الحكومة الكولومبية 755 ألف دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله. أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر نشوب حريق في أحد الملاهي الليلية بمدينة شيوريخ في مقاطعة بابوا الغربية عقب اندلاع الشباكات بين مجموعة من الشباب. ونقلت قناة CNN الأمريكية عن الشرطة قولها أن شخصا واحدا لقي حتفه جراء تعرضه للطعن خلال الشباكات التي اندلعت قبيل نشوب الحريق، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث. علق مطار اسطنبول الدولي عملياته بسبب تساقط الثلوج بغزارة، وهو أحد أبرز المطارات الأوروبية حسب ما أعلنت سلطات النقل الجوي. وأعلنت المديرية العامة للمطارات المدنية على تويتر أن العمليات في المطار توقفت مؤقتا بسبب الظروف الاستثنائية التي خففت من إمكانية الرؤية على المدارج. ولكن إدارة الطيران المدني قالت إن العديد من المدارج ستبقى مغلقة، مما سيؤدي إلى تأخير في حركة الملاحة. وحذرت محافظة اسطنبول السكان من توقع تساقط جديد للثلوج، داعية إلى عدم الخروج. ختام النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 58 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إطلاق تعاون التنمية المستدامة بين إريتريا والأمم المتحدة. جهود الدفع بالعملية التعليمية في أسماط. الجيش في بوركينا فاسو يعلن الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان. الرئيس الكولومبي يعلن تحييد أكبر قيادي منشق عن الفارق في البلاد. ومقتل 19 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بإندونيسيا. انتهت نشرة هذه الفترة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.